كل يوم وانتي بتفتحي السوشيال ميديا بتحسي ان كل الناس احلى منك، انجح منك، واهدى منك، وحتى حياتهم بتبقى مرتبة اكتر. بس عمرك وقفتي وسألتي نفسك احنا بنقارن نفسنا بايه اصلا؟ بلحظاتهم المثالية، ولا بالفلاتر اللي هم بيحطوها، ولا بالنسخة اللي هم اختاروا انهم يوروها لنا؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي توقفي دوامة المقارنات دي، وازاي ترجعي تركزي على اهم شخص محتاج اهتمامك وهو انتي. هنتكلم في الفيديو ده عن مشاكل المقارنات اللي بتعملها، وازاي ممكن انها ترجعك لورا وتدمر حياتك، ومع ذلك ما تحسسكيش بأي نوع من انواع الانجاز حتى لو مش بتنامي من السعي والاجتهاد. هنقسم الفيديو ده لاسمين. اول حاجة هنتكلم عنها المشاكل اللي ممكن تسببها المقارنات، وازاي ممكن انها تدمر حياتك. بعد كده هبدأ ان انا اقدم ليكي الحلول. طيب، عشان نبدأ الموضوع براحة لازم نفكر الأول ايه الغلط وايه المشكلة في المقارنة أصلا. سألت نفسي كتير السؤال ده زمان، وقلت ان المقارنة ممكن تخليني اتحفز عشان اكون احسن، بس اكتشفت ان الموضوع ده مش هينفع 1%، بل بالعكس هيجيب معاكي نتيجة عكسية. فلما تقارني نفسك بشخص غيرك، بشخص مختلف الشخصية، مختلف العقلية، مختلف العيوب ومختلف المزايا، وغير ده كله بيبين جوانب حياته السليمة بس والمثالية على السوشيال ميديا. فهنا المشكلة، فانتي مش عارفة behind the scene، انتي مش عارفة ايه اللي ورا الشاشة. هل دي حتى شخصيته الحقيقية؟ فممكن تلاقي حد مثلا بيتصور في مول غالي جدا، ولكن لما نيجي نشوف behind the scene هنلاقي ان هو مشتراش حاجة اصلا، وكان عايز بس ان هو يلفت الانتباه. وانا هنا مش بعلي على حد او مش بقلل من قيمة حد، انا بس بقولك الحاجات اللي ممكن تعرضي نفسك ليها، ولغير كل ده مش هتطلعي منها بأي نوع من انواع الفوائد. مهما عملتي، مهما بذلتي جهد، هتحسي انك مش كفاية. ذاكرتي 5 ساعات هتلاقي اللي ذاكر 10. قدرتي تلتزمي على عادة معينة هتلاقي حد بيمشي على 10 عادات ومنضبط عليها. مشيتي على 10 عادات هتلاقي حد واصل اوريدي للحاجة اللي انتي عايزة توصل لها. بعد ضغط الامتحانات مثلا قررتي ان انتي تستريحي وترجعي لنقطة راحة، هتلاقي حد بيشتغل وبيسعى، فبالتالي هتحسي انك قليلة. كل الأمثلة اللي أنا عرضتها ليكي دلوقتي هي دليل على دمار المقارنات، وإنك مهما عملتي ولسه بتقارني نفسك بحد، صدقيني مش هتحسي بالإنجازات اللي بتعمليها، مش هتحسي بالتحسن، ومش هتحسي حتى إنك مهمة. ساعات بنحس بفقدان شغف أو التوهان أو الضعف، وبنفتكر إن دي حاجة المفروض ما نحسش بيها وممنوعة، وإنك لازم 24 ساعة تجاهدي نفسك وتسعي، ولو ارتحتي ساعة يبقى في غلط، يبقى انت كده مش ماشية تمام، يبقى انت كده مش ماشية صح. على الرغم من إن لو شلنا الشاشة هنلاقي إن ده طبيعي جدا، وإنك مش لوحدك، وإنه زي ما في لحظات سعيدة ولحظات سعي في القصة، كمان هنلاقي لحظات ضعف ويأس أو لحظات راحة. ودي مش حاجة وحشة على فكرة، لأن دي سنة الحياة، لأننا ببساطة في الدنيا، فطبيعي هنقابل حاجات زي دي. الفكرة انك بتتعاملي مع الزعل بطريقة غلط. جربي بدل ما تفتحي الموبايل وانتي زعلانة ومحبطة وتتفرجي على السوشيال ميديا والمقارنات، اقعدي مع نفسك وافهميها، وافهمي مشاعرك واكتبيها وحلليها. طيب، ازاي فعلا توقفي المقارنات؟ اول خطوة، قللي استهلاكك للمحتوى اللي بيخليكي تكرهي نفسك. على فكرة النقطة دي ملهاش اي علاقة بانك تبعدي عن السوشيال ميديا او انك تقفلي الموبايل، هي بس ليها علاقة بانك تغيري ال FYP بتاعك، بمعنى اللي هي الفيديوهات اللي بتطلعلك وانتي مثلا فاتحة تيك توك او انستا. فهنا ابدأي تابعي الناس اللي بتديكي نصايح انك تبقي احسن وبتعرفك على نفسك اكتر. فمش اي شخصية مشهورة لازم تتابعيها، ومش اي محتوى محفز بيكون مفيد ليكي. لو كل مرة تدخلي حساب حد معين وبتطلعي منه حاسة انك اقل، فده مش محتوى بيساعدك، ده بيستنزفك نفسيا. تاني حاجة، املي وقتك بحياتك انتي، لان اغلب المقارنات بتحصل لما نكون فاضيين ونراقب حياة الناس اكتر من حياتنا. فابدأي اهتمي بنفسك وبهدفك وبروتينك وبدراستك وبجسمك وبهوايتك. فانشغال النفس صدقيني هي نعمة لا تقدر بثمن. فكل ما حياتك تتملي بيكي انتي، كل ما تركيزك على الناس هيقل تلقائيا. وتالت واهم حاجة، افتكري ان قيمتك مش مرتبطة بشكلك ولا عدد متابعينك ولا مستوى حياتك. انتي انسانة ليكي قيمة، حتى في الايام اللي بتحسي فيها انك مش بتنجزي. قيمتك ملهاش علاقة بتطويرك بنفسك، قيمتك بتيجي من جواكي انتي.
تقضي وقت اكتر مع نفسك، حتى لو هتخصصي نص ساعة بس او ربع ساعة، وبعد كده تبدأي تزوديها. اقعدي مع نفسك واعملي ليكي حاجة بتحبيها وابدأي اتكلمي معاها وشوفي وصلتي لفين وايه الحاجات اللي بتضايقك وايه النقص اللي انتي حاسة بيه. في رأيي دي المقارنة الوحيدة الصحية فعلا. بدل ما كل يوم تبصي مين أجمل منك أو مين أنجح منك، ابدأي اسألي نفسك: هل أنا النهاردة أحسن من امبارح أو أحسن من السنة اللي فاتت؟ هل طريقة تفكيري اتطورت؟ هل ثقتي بنفسي بقت أحسن وزادت؟ هل بقيت أتعامل مع نفسي بلطف أكتر وبشكل صحي أكتر؟ لأن التطور الحقيقي مش إنك تكسبي سباق مع ناس، التطور الحقيقي إنك تشوفي قد إيه انت بتكبري وتتغيري للأفضل مع الوقت. فكل شخص عنده توقيته المختلف، في ناس بتوصل بدري في حاجات وبتتأخر في حاجات تانية، وده طبيعي جدا. فلما تركزي على نفسك وعلى خطواتك الصغيرة هتحسي براحة أكتر بكتير، وهتبطلي تعيشي طول الوقت تحت وهم المثالية وإنك لازم تبقي زي فلانة. في فرق كبير بين ان شخص يلهمك وانك تحسي انك اقل بسببه. الالهام يخليكي تتحمسي تشتغلي على نفسك اكتر، لكن المقارنة بتخليكي تكرهي نفسك وتحسي انك متأخرة عن الكل. وكل مرة تشوفي شخص ناجح او جميل او عنده حياة مرتبة، بدل ما تخلي عقلك يقول ليه انا مش كده، حاولي تستبدليها بايه الحاجة اللي اقدر اتعلمها منه او منها. لانك مش محتاجة تبقي نسخة من حد، انتي بس محتاجة تبقي نسختك الخاصة. في اخر الفيديو افتكري دايما ان الشخص الوحيد اللي يستحق اهتمامك كله ومقارنتك كلها هي نفسك. فلما تبدأي تكافئي نفسك على انجازاتك بدل ما تجلديها بالمقارنة، تبدأي تركزي على نفسك وخطواتك وتتقبلي لحظات الضعف زي ما هي، وتتقبلي ان الحياة مفيش في قاموسها مثالية ايا كانت الحاجة اللي قدامها عاملة ازاي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. متأسف جامد لو كان صوتي متغير شويتين، ولكن ده عشان انا عندي زكام. معظم فيديوهات قناتي قلت فيها نفس الكلمة، ولكن مش عارفة هو ليه مركز معايا قوي كده. لو في اي بوينت حابين ان انا اوضحها اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم كلكم. Thank you so much for watching، واشوفكم في الفيديو الجاي.